السلام عليكم. ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بمقطع فيديو لمعلم يضرب طالبا أمام زملائه في الفصل، وذلك في إحدى المدارس في حفر الباطن، حيث انتشر المقطع كالنار في الهشيم، ووصفوه بالضرب الوحشي، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق مع المعلم ومحاسبته. فيما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بحفر الباطن عن فصل المعلم، وذلك لضلوعه في ضرب الطالب بطريقة وحشية أمام زملائه داخل الفصل. وقالت الإدارة في بيان لها إنه جرى تشكيل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي بالإدارة، وذلك للتحقيق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان معلم يضرب طالبا بإحدى المدارس الأهلية في حفر الباطن. فاتخذت الإدارة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينها.